ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى وصفة بجد خطيرة. هنعمل النهارده الفطيرة هشة بطريقة مش طبيعية، مقرمشة جدا من فوق، وبجد هي مختلفة عن ممكن بقية الفطاير احنا مقدمينها في القناة. شكلها خطير وهشة جدا بطريقة مش طبيعية. كمان هنعمل لها حشوة دمار يا جماعة. هنعمل لها حشوة الفراخ مع الجبنة، بجد رهيبة. جربوها تعجبكم جدا، شكلها بس كده مغري. عايزه اقول لكم بقى ان الحشوه مع العجينه هشه قد ايه، وهي مقرمشه كده من فوق، بجد خطيره. عندي في بول عجانه احط حوالي 6 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره من الخميره، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقتين كبار من السكر، رشه ملح، نص كوبايه من الزيت، وعلبه زبادي. وهبدأ انزلهم كده في الميكسر وابدأ اخلطهم مع بعض كويس الاول. بعد كده هبدأ انزل بقى مية دافية شوية بشوية لغاية ما العجينة تتلم معانا. بعد ما العجينة بتتلم معانا ونبدأ نعجنها كده من 8 ل 9 دقايق، عجن كويس قوي، تكون مش بتلزق في البول العجان ولا في ايدينا. كده خلاص بنوقف عجن وبنوقف كده ما ننزلش مية تاني. بعد كده هنبدأ بقى رشة كده على من الدقيق على الكونتر، وهبدأ كده ألم العجينة بتاعتي. بصوا العجينة قد ايه هي ناعمة وطرية جدا، وعايز اقول لكم ان بجد تديها نتيجة هايلة. هبدأ ألمها من تحت كده، واجيب بولة بتاعتنا احط فيها كده مسحة من الزيت، وكمان همسحها من فوق كده مسحة من الزيت، وهغطيها بالبلاستيك راب وكيس تلاجة او كيس تلاجة، واغطيهم فوطة مطبخ، واحطهم في مكان دافي يتخمروا بقى من ساعة لساعة ونص. تعالوا بقى نحضر الحشوة الخطيرة دي. طاسة على النار، هنحط معلقتين كبار من الزيت. نبدأ ننزل كده بصلاية حجم وسط متقطعة مكعبات صغيرة. هنبدأ نشوح البصل لغاية ما لونها يبدأ يصفر كده وتبدأ تخش في السوا. هننزل على طول صدور الفراخ متقطعة مكعبات صغيرة، وممكن تحشوها كمان لحمة مفرومة، تستبدلوا صدور الفراخ بلحمة مفرومة زي ما انتوا عايزين والمتوفر عندكم. هديها تقليبة لغاية ما احس كده ان الفراخ بدأت تخش في مرحلة السوا. هنزل بقى ربع معلقة صغيرة من التوم الباودر، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. ولو انتوا عايزين تضيفوا اي بهارات تانية زي البابريكا، زي ما انتوا عايزين. بعد كده هنزل بقى فلفلاية كده برضو متقطعة مكعبات صغيرة رومي أخضر، وهبدأ أقلبها. وأول ما أحس إن الفلفلاية بدأت تتشوح معايا، هنزل على طول طماطميتين متقطعين مكعبات صغيرة، وهدي تقليبة. بعد كده هنزل على طول معلقتين كبار من اي جبنة بقى انتوا بتستخدموها. ممكن تنزلوا تشيدر، ممكن تنزلوا فيتا، ممكن تنزلوا جبنة كريمي. انا نزلت معلقتين كبار من الجبنة الفيتا. هقلبهم كويس قوي عشان مش عايزة اي مية في الحشوة بتاعتنا خالص. هسيبها كده لغاية ما تشرب كل السوائل اللي هي بتاعت الجبنة اللي نزلت دي، تشربها تماما. وبعد كده هسيبها تبرد تماما. هنا بقى العجينة بتاعتي كانت خلاص اختمرت وحجمها اتضاعف. هبدأ كده افرخها من الهواء، وهبدأ كده، هي مش محتاجة اي نوع من انواع رشة الدقيق. هي ما شاء الله ملمومة معانا، معجونة يعني مخدومة صح، فمدينا نتيجة كويسة جدا، مش محتاجة خالص ان احنا نرش رشة دقيق. قبل ما نفرد العجينة بتاعتنا مش هنقسمها بالنص، بس هنقسمها 3/4 وربع. هنشيل ربع على جنب نغطيه كده، وناخد بقى ال3/4 ونبدأ نفردها على قد الصينية بتاعتنا. الصينية بتاعتنا انا دهنتها دهنة زيت بس، محطتش عليها دقيق خالص. وهبدأ ارفع كده الاطراف. اهم حاجة نرفع الاطراف على حواف الصينية ونخرمها كويس قوي. بعد كده ننزل بقى الحشوة بتاعتنا، نبدأ نفردها على الصينية بتاعتنا كلها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما نخلص بقى هنا نركن بقى الصينية على جنب، وهنجيب الربع بتاعنا اللي احنا سيبناه على جنب كده، ونبدأ نفرده برضو على مقاس الصينية، ونبدأ نقطعها كده شرايح بالسكينة بالقطاعة يعني المتوفر عندنا. وهنجيب بقى كده ونبدأ نشكل بقى تشكيلة الكاروهات دي. هنحط كده شريحة في النص، ونبدأ نكمل نص كل شرايح جنب بعض زي ما انتوا شايفين كده. هنخلص كده الشرايح كلها جنب بعض. بعد كده هنيجي بقى نقلب الصينية نلفها
وهنحط بقى شريطة ونرجع نلف زي الفيديو بالظبط كده. هنحط شريطة بالطول ونرجع ناخد بقية الشريط نضمه على جنب. انا نسيت احط رشة جبنة موتزاريلا، فانا استغليت واحنا بنقلب كده حطيت شوية من الجبنة الموتزاريلا على النص ده، ولما هنيجي نكمل النص التاني هنحط برضو شوية من جبنة موتزاريلا. بعد كده هكون بقى في الوقت ده مسخن الفرن على درجة حرارة 180. اي اطراف كده بدخلها زي ما انتوا شايفين كده بمعلقة بسكينة بطرف سكينة كده بندخلها جوه الصينية. عندي بقى هنا صفار بيضة وعليها معلقة كبيرة من الحليب، وهبدأ ادهن وش الفطير بتاعي كويس قوي. في الفترة دي هنكون بنسخن الفرن على درجة حرارة 180. ندهن وش الفطيرة كويس قوي بصفار البيضة ومعلقة كبيرة من الحليب. وبعد كده هنبدأ بقى نزين الوش. عايزين تزينوها كلها بسمسم او كلها بحبة البركة، او زي ما انا عملت شوية من كده وشوية من كده زي ما انتوا عايزين. هدخل بقى الصينية بتاعتنا الفرن على درجة حرارة 180. بتاخد بالظبط من 13 ل 14 دقيقة. هنلاقيها كده خدت اللون الخطير ده من فوق وبدأت تستوي من تحت. هنطلعها نسيبها تهدى شوية وبنقلبها. بعد كده بنبدأ نقطعها. بجد يا جماعة ريحتها خطيرة، طعم الحشوة حلو قوي، والعجينة كده هشة، فطيرة هشة مقرمشة من فوق. الحشوة مديها طعم رهيب. جربوها بجد خطيرة. انا بعملها زي وجبة اساسية كده جنب طبق سلطة. بجد بتبقى رهيبة. الحشوة كمان في حتة تانية خالص. لازم 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 تجربوها.